تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر حدث سياحي في تاريخ مصر الحديث، هيبقى أكبر من موكب المومياوات العملاق اللي اتعمل. وافتتاح المتحف كان المفروض هيحصل في يوم 3/7/2025 واتأجل لشهر 10 أو 11 أو 12، أي يعني الربع الأخير من السنة. لسه مفيش تحديدا هيبقى إمتى بالظبط. تأجيل حدث سياحي ضخم زي ده ما يحصلش إلا بالشديد القوي. فيلا بينا مع سلسلة من طقطق لسلام عليكم نعرف القصة كلها وإيه الأسباب اللي أدت لحدوث التأجيل ده، وهل ممكن نستغله في صالحنا ولا لا. افتتاح المتحف المصري الكبير كان متخطط له انه هيحضروا نخبه من اكبر رؤساء وملوك العالم، وكانت هتبقى دعوه للعالم كله لزياره مصر والسياحه فيه. ولكن بعد اندلاع الصراع الايراني الاسرائيلي في منطقه الشرق الاوسط والمنطقه ما بقتش مستقره، في خطوط طيران كتير قوي اتعطلت بسبب القصف الجوي، وده هيمثل عائق كبير قوي بالنسبه لهدف مصر في دعوه رؤساء وملوك العالم، وبالنسبه للحرب اللي قايمه، وكمان على الناحيه الثانيه كل واحد فيه اللي مكفيه. فبالنسبه لمعظم الحكام اللي في العالم مش هيبقى عندهم الرفاهيه ان هم هيسيبوا بلادهم في الظروف والضرب اللي بيحصل ده، وان هم يجوا مصر علشان يحضروا حدث سياحي. فالحرب وتوتر منطقه الشرق الاوسط ده يعتبر سبب على المستوى الدولي. السبب الثاني هيبقى على المستوى المحلي، وهيتلخص في كلمتين: قافله الصمود. طيب هتقول ان قافله الصمود دي بره مصر، بره السلوم في ليبيا، ازاي هتسبب مشاكل على المستوى المحلي وجوه مصر؟ الحقيقه ان قافله الصمود مش بره مصر بس، لا دي جوه البلد كمان. الحكومه المصريه بتتفاجئ بعدد كبير من الجنسيات المختلفه اللي جايين بفيزيت سياحه وجايين يتفسحوا، متجمعين على طريق الاسماعيليه وداخلين سينا من خلاله علشان يوصلوا لمعبر رفح ويتجمهروا هناك. ولما كمان طريق الاسماعيليه من الشرطه المصريه وقفتهم، احتجوا واتجمهروا وعملوا اعتصام. خلاص قطعوا الطريق، لا في مصالح هتتعمل ولا عربيات داخله ولا عربيات خارجه. بل ان لما الشرطه المصريه منعتهم، اعتبروا ان الاعتداء على الشرطة المصرية ده عمل بطولي وعمل جليل عظيم من اجل الناس الغلابة اللي موجودين في القطاع. ولكن الناس دي اللي مش عايزين يفهموه ان اللي مش هيقف قصادكم الشرطة ولا حتى الجيش، اللي هيقف قصادكم الشعب، اهالي الاسماعيليه. عادي يعني اهالي الاسماعيليه هم اللي اتصدوا لهم ووقفوا قصادهم وقدروا ان هم يمشوهم ويفضوا الاعتصام ده. وده غير طبعا على الناحيه الثانيه من السياح اللي كانوا نازلين شرم الشيخ سياحه وجمعوا بعض ووصلوا العريش، وكانوا متفقين مع بعض ان هم يتجمعوا في العريش علشان يقدروا يوصلوا مع بر رفح. في عدد كبير منهم ما كانش بيسلك الطرق العاديه بتاعتنا، لا ده كانوا بيسلكوا طرق وعره في الجبال بتاعت سينا وكده. ولكن الشرطه المصريه كانت صاحيه وقدرت ان هي تترقبهم وان هي تقبض عليهم كمان وترحلهم. ففعلا ما ينفعش يبقى في الدربكه دي كلها اللي موجوده في اهم مناطق في مصر، وكميه الاجانب اللي موجودين وعمالين بيعملوا احداث شغب، ويجي لك نخبه من رؤساء وملوك العالم. ده في حد ذاته هيبقى خطر عليهم. احنا نقدر نستغل التأجيل ده ازاي؟ المتحف المصري الكبير ومن ساعه الافتتاح التجريبي بتاعه في اكتوبر 2024، الكنوز والمقبره الكامله للملك توت عنخ امون ما كانتش لسه اتعرضت، وفي عدد كبير من القاعات العملاقه والغرف اللي ما تمش استغلالها على اكمل وجه. المتحف الكبير ده يا جماعه مساحته عملاقه واسع جدا، نقدر نستغل وقت التأجيل ده في المشروعات الانشائيه علشان في امور كتير قوي فنيه ولوجستيه نقدر ان احنا نعرضها للعالم كله بمنظور احسن واحسن. وبس كل تأخيرة وفيها خيرة، وان شاء الله خير يعني ونتقابل بقى على نهاية السنة ان شاء الله. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.